عمرك سألتِ نفسِك ليه الحماس والشغف اللي إحنا بنبقى داخلين بيه رمضان ما بيكمّلش معانا؟ قايمة الأهداف والأمنيات اللي إحنا بنبقى كاتبينها بخط إيدينا في ورقة كده حلوة ونضيفة، وبنبقى راصين الأهداف كده واحدة، واحدة ورا بعض، وكلّها أهداف مهمة جدًا وفعلًا هتفرق في صحتنا وفي نفسيتنا وهتوصّلنا لمرحلة حلوة جدًا. القايمة دي ليه في نُص رمضان ما بتكملش؟ والمشهد الأخير بقى للواقع المرير وانتِ ليلة العيد بعد صلاة العيد قاعدة كده وعاملة لنفسِك أكبر كوباية شاي بلبن وحاضنة في حضنِك علبة الكحك والبسكوت وقاعدة بتتحسّري وبتندبي على حلاوة البدايات. ازيكم يا بنات وأهلا بيكم في تاني حلقة من بودكاست مايندسيت لكل ست. يا رب تكونوا مبسوطين بالبودكاست ومستفيدين دايما منه. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم وينعاد عليكم دايما انتوا وكل الناس اللي بتحبوهم بصحة وسعادة وراحة بال، وربنا يتقبل منا ومنكم قيامنا وصيامنا وصالح أعمالنا. انتي وانا وفي غيرنا كتير جدا بنبقى داخلين رمضان بقائمة الأهداف والأمنيات اللي بقولكوا عليها، وبتبقى أهداف مهمة فعلا، اللي هو أنا هختم القرآن مرتين، وفي ناس بتارجت ختمة قرآن 3 و4 مرات في الشهر، وإنه إن شاء الله كل التراويح في المسجد، وكمان طلب دنيوي بقى إن شاء الله على العيد هابقى بتاع 10 15 كيلو كده خساهم، بحيث إن أنا أوتفت العيد الناس كلها تقول لي إيه الجمال والحلاوة دي. كل ده ما بيحصلش، بالعكس بتخرجي من رمضان اتليست تخنانة 15 كيلو، وكمان مصلية الفروض بتاعتك بالعافية. طب وده ليه؟ علشان انتي لو جبتي دلوقتي الورقة اللي كاتبة فيها الأهداف أو الليست اللي انتي كاتباها على الموبايل أو التابلت أو أيا كان موقعها الجغرافي، تمام، وبصيتي كده على قائمة الأهداف المشرفة، هتلاقي إن مفيش قدامها حاجة خالص، والمفروض يكون في قدامها خانة مكتوب فيها الروتين. روتين أنا حطاه لنفسي قدام كل هدف علشان أقدر أحقق الهدف. فلو بصة على الأهداف بتاعتك وبصة قدامها ومش لاقية الخانة بتاعت الروتين، اعرفي إنك مش هتعملي حاجة خالص، لا في رمضان ولا برا رمضان. لازم تفهمي كويس قوي إن تحقيق الأهداف ما بيجيش بالنوايا الطيبة ولا بالتمني. في روتين، في أهداف، مفيش روتين انسي الأهداف. شهر رمضان لوحده أكتر شهر في السنة كلها شهر روتين، فالذكاء هنا هو أن أنا أستغل روتين رمضان في أن أنا أخلق لنفسي روتين يومي خاص بي أنا، من خلاله أقدر أخرج منه عادات تساعدني في أن أنا أقدر أحقق الأهداف. وعلشان كده لازم تشتغلي صح على البطارية اللي هتساعدك أنك انتي تخلقي روتين ومن خلاله تطلعي بعادات، ومن خلال العادات تحققي أهداف. والبطارية دي هي مخك. بس في مشكلة كبيرة قوي في المخ ما بيحبش يتعب نفسه، بيحب دايما يفعل مود توفير الطاقة، ما بيحبش أبدا يخرج من الكومفورت زون بتاعته، منطقة الراحة بتاعته. هديكي مثال، لو عندك طريقين، طريق طويل بتاخدي فيه ساعة عقبال ما بتوصلي، وطريق تاني مختصر بياخد مثلا نصاية بالكتير. الطريق الأول انتي متعودة تروحيه كتير فحافظاه، يعني بتروحيه ممكن وانتي مغمضة. لكن الطريق التاني اللي هو القصير المختصر فيه مشكلة، انه هو مثلا محتاج ان انتي طول ما انتي ماشية في الطريق مركزة قوي علشان ما تفوتكيش اللفة، ولا تفوتك مثلا الصينية، ولا تفوتك العلامات اللي بتبقى موجودة. تفتكري المخ هيختار اي طريق لما يجي يروح المشوار ده؟ خليني اصدمك واقولك انه هيختار الطريق الطويل اللي هو بتروحيه في ساعة. ليه؟ علشان انت حافظاه، فهو مش هيتعب معاكي في ان هو يركز، مش هتقوميه كده وتقعديه وتقولي له اصحى معايا. وده نفس الشيء اللي بيحصل مع مخك لما انت بتضغطي عليه في اول رمضان على حاجة انت مش متعودة عليها بقائمة طويلة عريضة من الاهداف. كل اللي انت حطاه على المخ ده في الاول بيبقى اللي هو ايه، بياخدك على قد عقلك. طبعا العندي قبل العندي، هنعمل كل اللي انت نفسك فيه يا باشا. فبتلاقيه في الاول بيكارك معاكي لغاية ما بيجيلك بقى ويروح لطشك على وشك بالقلم كده ويقولك لا فوقي يا بت فوقي، انت جبتي اخرك معايا، انا مش هعمل اي حاجة من اللي انت بتقولي عليها، انت افتريتي.
ويبدأ يدخّلِك في mood حاجة من الاتنين، يا يسوّفِك ويفضل يقول لِك إيه، خلّيها بُكرة، أقول لِك بلاش المواعين بتاعة قبل الفطار دي خلّيها بعد الفطار، أقول لِك بلاش النهارده أنتِ تعبتِ أوي خلّينا بُكرة، أقول لِك مش عارفة إيه خلّيها على مين، mood التسويف أو mood الأعذار، لا، لا، لأ خلاص رمضان ده وكان مُتعب أوي بالنسبة لي، لأ خلاص إن شاء الله هاخلّيها بعد رمضان، بعد العيد، بعد العيد دي لو بيتاخد في شوال، إحنا ممكن كمية الحاجات اللي إحنا بنقول عليها بعد العيد تملى شوال قد كده أهو. طب نعمل إيه؟ نضحك على مُخّنا إزاي؟ إزاي أخلّي مُخّي يعمل لي كل اللي أنا عاوزاه بالتدريج، بالتدريج البسيط حضرتِك، بدل ما تتارجتي من أول يوم إن أنا متارجتة إن أنا هادخل رمضان وكل صلاة هاقرا مثلًا 20 صفحة من المصحف، لأ ما تعمليش كده، اقري في الأول صفحتين وزوّدي، بكرة زوّدي صفحتين تانيين، لغاية ما توصّليهم للهدف الكبير اللي أنتِ already كنتِ داخلة بيه رمضان. ما تحطّوش المُخ في صدمة، درّجي له اللي أنتِ عايزاه، لإنه أصلًا اللي أنتِ كاتباه أنا واثقة ومتأكدة إنه مش واقعي بالمرّة، مش بعد أمّا قاعدة عمرِك كلّه قررتِ إن أنتِ تبقي super hero في شهر. وبرضه مثال، لو أنتِ واقفة في المطبخ وإيدِك مشغولة وفجأة سمعتِ الnotification بتاعة الواتساب بتاعتِك أو رنة الموبايل، بتعملي إيه؟ على طول أوتوماتيك بتلاقي نفسِك غسلتِ إيدِك ونشفتيها وبتهجمي على الموبايل علشان تشوفي مين بعت إيه ومين بيكلمِك، رغم إنه لو عملتِ وقفة كده مع نفسِك شوية وقلتِ إيه ده، هو أنا إيه مدى الاهتمام الرهيب ده؟ يعني هو أنا قاعدة مستنية مكالمة من حد قال لي هاكلمِك، حد قال لي هابعت لِك حاجة مهمة، هتلاقي إنه ما فيش، الTin بتاعة الواتساب دي أو رنة الموبايل بتاعتِك هي دي الإشارة أو التنبيه بتاع المُخ إن في حاجة إحنا عايزين نروح لها، في حاجة محتاجين إن إحنا نخلّي بالنا منها دلوقتي. إحنا بقى هنلعب على المُخ بنفس الstyle بمعنى إنه طول الوقت هادّي للمُخ إشارات الTin بتاعة الواتساب دي إنه في حاجة إحنا عايزين نعملها، بمعنى لو مثلًا أنتِ نِفْسِك تمشي كل يوم في رمضان بعد الفطار، هتعملي إيه بقى؟ وأنتِ رايحة تصلّي التراويح تحت الإسدال بدل ما تلبسي جلابيتِك أو عباية أو تلبسي بيجامة مثلًا، لأ، البسي طقم مريح رياضي كده تقدري إنِّك أنتِ آآ تجري بيه أو تتمشّي بيه، وكمان اعملي حسابِك في الكوتشي، ما تلبسيش مثلًا shoes عادية كده وخلاص أو ساندل وخلاص. هنا بقى المُخ بيبقى stand by للي أنتِ عايزاه، اللي هو إحنا هنخلّص صلاة التراويح وفي لفة ساعة كده. تالت حيلة بقى ودي مشهورة جدًا ودي موجودة في كتاب العادات الذرية تقريبًا اسم المؤلف جيمس كيلر تقريبًا. جيمس بيقول لِك إنه علشان تعملي اللي أنتِ عايزاه وتضحكي على المُخ، اربطي عادة قديمة بعادة جديدة، يعني بالضبط في مسارات عصبية شغالة في المُخ بتاعِك، فيها عادات وفيها روتين، الضمي في مساراتِك العصبية دي عادات تانية جديدة، افتحي كده إيه يعني زي بالضبط كده أمّا تفتحي له طُرق كده ومسارات جديدة. فالمثال اللي قُلت لكم عليه بتاع صلاة التراويح إن إحنا هنلبس تحت الإسدال بتاع الصلاة، هالبس طقم رياضي الترنج بتاعي مثلًا أو الsuit بتاعتي والكوتشي بتاعي وخلاص هادّي إشارة للمُخ إن أنا بعد صلاة التراويح في لفّاية ساعة كده. هنا أنتِ بتبقي رابطة عادة قديمة اللي هو صلاة التراويح بعادة جديدة اللي هو أنا هامشي، فبيبتدي يفكّرِك بإنه إيه أقرب مكان ممكن تروحي تخشيه مثلًا تلفّي فيه لفّة. أو تاخدي عربيتِك وتطلعي على النادي بتاعِك، تلفّي اللفة بتاعتِك وترجعي بعد كده على البيت. آخر حيلة بقى هي حيلة المكافآت، المُخ بيحب أوي إنِّك تلعبي معاه اللعبة دي وتكافئيه. تخيّلي معايا أنتِ واقفة قبل الفطار قدّام الحوض، قدّامِك جبل مواعين، المُخ بيقول لِك بمنتهى البساطة هي حاجة واحدة بس، بيقول لِك إيه كتّر ألف، ألف خيرِك يا سِت الكل، اطلعي بقى برّه، أنتِ عملتِ الفطار وحلّيتِ لهم وضبّطتيهم ورميتِ عصاير، اخرجي بقى برّه من الحَر من التعب ده، احلها حلّال بعد الفطار. ليه؟ لإنه المُخ ما بيحبّش يتعب نَفْسه، المُخ بيحب منطقة الراحة، بس أنتِ بقى لو لعبتِ معاه بنظام المكافآت وقُلتِ له لأ، أنا هاعمل المواعين دلوقتي عشان أنا بعد الفطار
هيكون عندي ضيوف وعايزة أقعد مع الضيوف على رواق، عايزة أستمتع كده واتبسط واضحك من قلبي، وما اشيلش هَم إن أنا عندي مواعين هابقى شايلة هَمّها إنه بعد ما الضيوف يمشوا أنا هاقف أغسل المواعين، لأ، أنا هاغسل المواعين دلوقتي عشان أنا بعد الفطار هانزل، هالِف لَفّة، لأ، أنا هاغسل المواعين دلوقتي عشان في حلقة podcast لهدير مهدي حلوة أوي أنا لازم أتفرّج عليها. أيوه، قولي كده. هتلاقي المُخ بيدّيكِ موافقة وعلى طول إيدِك بتروح للليفة وللصابون وقاعدة بتغسلي المواعين. في النهاية أنتِ لازم تبقي فاهمة كويس أوي أنتِ بتلعبي مع مين. لو قدرتِ تسيطري على مُخِّك هتكسبي الجولة، قدر هو يسيطر عليكِ هتخرجي من رمضان بالمشهد الأول اللي بدأتِ بيه في بداية الفيديو. وبس كده يا حلوين، يا رب تكونوا استفدتوا، ويا رب تحققوا كل الأهداف اللي نفسكم إن أنتم تحققوها وفي رمضان ده، واشوفكم دايمًا على خير، باحبكم، سلام.